زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد، ومع عبد الحميد مفيش مستحيل وأي حاجة ليها تعديل. دي طبعا ودن فانوس، قد يكون أنا عملتها قبل كده أكتر من مرة، بس كل ما بوصل لحاجة مختلفة بعملها لكم بشكل أقوى. السؤال التاني، زي ما انتوا شايفين كده، إن احنا بنعمل الشغل حديد في حديد، يعني الودن ما تتكسرش تاني أبدا. اقف عليها مش تتكسر، مش دي القضية. احنا الودن اللي بنعملها دي ضمان مدى الحياة. تمام، مفيش حاجة اسمها الطق تاني. تمام، تكسر بقى حاجة في الفانوس بتاع، لان بنعملها بسيفتي عالي جدا وبشغل قوي جدا، وهيبان قدامكم. خليك معايا للنهاية وشوف ازاي كملنا الحكاية. الإضافة الأخرى إلى إن ده فانوس صيني. تمام، ده فانوس صيني، وطبعا الودان بتاعت الفوانيس الصيني دي بتبقى ضعيفة. الودن بقى تعملها صيني، تعملها ألماني، تعملها في أي عربية، هي ودن فانوس اتعملت. عشان بس بعض من الناس يقولك أصل أنا عربيتي صيني، اصل انا عربيتي ده الفانوس كله بكام، ده مش عارف ايه بكام. يا جماعة، برضو عشان تحية للصنايعي والكل الصناعية، الصنايعي ملوش دعوة، دي صنعة او دي شغلانة. تتعمل بقى في صيني، تتعمل في الماني، تتعمل في تايواني، هي شغلانة. عشان بعض من الناس يقولك انا فانوسي او انا عربيتي ده كلها بكام. وانا بكام؟ انا مالي؟ انا بفيدك وبساعدك. ما تقوليش بقى عربيتي بكام وعربيتي ايه، لان الصنايعي وده اللي خلى بعض الصناعية قالوا لك احنا خلاص مش هنشتغل في ابو بلاش، او مش هنشتغل في الرخيص، او مش هنشتغل. فتبص تلاقي يا عيني واحد عايز يحل في عربية زي كده. في بعض من الناس راكب صيني ونزيه، هو راجل نزيه اصلا، برضه بيحب يعمل حاجة كويسة، مش راكب صيني يعني أنا هو مش عايز الحلو او ما بيصرفش. لا، في ناس بتصرف وهو برغم انه معاه عربية صيني. بس انا عايز اقول يعني ان الشغلانة لازم تتعمل صح. تمام، ملوش علاقة بقى بصيني وألماني، لازم تدور على الصنايعي الشاطر الصح. عشان بيبقى في بعض من الناس فوانيسها زينون، يروح يلحم فانوس عند بتاع البلاستيك، يدخل ميه يروح مطير الفانوس، يدخل تراب يروح مطير الفانوس، وهكذا. ما تسترخص، الرخيص غالي والغالي رخيص. تمام، فخلينا اقول بس ايه، انت تجيب من النهاية ان انت تجيب الحاجة الصح وتروح عند الصنايعي الشاطر، او انت تشوف الفيديوهات ديت وتعمل زيها. خليك معايا للنهاية وشوف ازاي كملنا الحكاية. زي ما بشرح لحضراتكم كده، احنا هنا عايزين ندخل الودن دي جوه الفانوس، زي ما احنا حفر لها كده الحفر. تمام، والفانوس ده نفس الجنب جايبه، ناخد لقطة على الودن عشان ممعوش العربية ونعمل زيها بالظبط، والحمد لله بفضل الله نعمل زيها بالظبط. تعالوا نشوف مع بعض ماشيين ازاي في الشغل وبنعمل الشغل ازاي. وده برضو لكل الصناعية ولكل حبايبنا. الكلام ده انا بعمله عشان كل حبايبي في كل دول العالم وفي كل مكان يستفيدوا من الافكار الجديدة او طريقة العمل. ازاي نتعامل مع ودن زي كده، عشان دي تصبها بلاستيك او تصبها فايبر او تعملها على اي وضع هتطق، ولو عملتها صاج المنظر العام مش شكله حلو، وبرضه متمسكش كويس. فده افضل واعظم واحسن طريقة. زي ما قلنا ان احنا ما بنصلحش، احنا بنرجع القديم جديد. يعني الودن دي هترجع لوضعها وبطريقة قوية، وسيفتي السيفتي، وامان الامان، وقوة القوة. تعالوا نشوف ازاي. دي طبعا الودن بتكون معمولة من بلاستيك، انا عاملها لك هنا من حديد، وطبعا مكان المسمار اللي بتربط منه بيكون وردة حديد، والوردة دي قوية جدا ومحملة، حتى لو صاجة تبقى جامدة، بس دي حديد. تمام، فعايز اقول بس ان هنا الشغل بياخد شغل، الشغل بيطلع صح، الشغل بيبقى عافي وقوي. عشان كده انا بمسك من الودن او بدوس على الودن او بقف على الودن، بحيث ان احنا عاملين شغل غير طبيعي، اللي هو كلمة امان الامان. استكفينا بالوردة دي؟ لا. استكفينا بالسيخ داير ما يدور؟ لا. هناخد سيخ هنا، تمام، وهنحفر وهنخش للداخل كمان. طب الداخل ده بقى ما يخرمش الفانوس ويدخل مية والكلام ده؟ لا يا جماعة، عشان محدش يقعد يجود. الشغلانة هنا بتبقى مدروسة، وزي ما قلنا خد الشغلانة من كذا زاوية، مش من زاوية واحدة. خدها من زاوية اللي بيركب ويقرط، غشيم او مش غشيم، يعني انت تعمل حساب الاصعب حاجة. تمام، وخدها من زاوية اللي بيمسك من ودن الفانوس، وخدها من زاوية انها بتبقى راكبة الفانوس في العربية، واحد الشباب والاطفال الجميلة لاولادنا
بيبقى في الشارع مثلا راجع من درس، راجع من مدرسة وعربيتك راكنة، بيروح راكن قاعد على الفانوس وبيلعب في الموبايل مثلا بظهره كده على الفانوس. لو الفانوس ودنه ضعيفة طبيعي تتشرخ وهتطق، وانت متبقاش عارف ده من ايه. مع العلم انا ما خبطتش العربية، مش عارف ايه، انا بقول لكم كده حاجات صغيرة ممكن ما يبقاش حد واخد باله منها. فلازم تبقى ودن الفانوس عافية. فده معناه عيب الصناعة. هم الصناعة مش عاملين حسابهم ان انت تقعد على الفانوس، لكن عاملين حسابهم ان الفانوس يركب في العربية ويربط. فطبعا الولاد دايما بيبقوا ماشيين يروحوا قاعدين على الفانوس كده، تمام، ساندين عليه، يعني السندة القوية دي فدي عافية جدا. حسب بقى الوزن، وممكن شاب كبير شوية، ممكن راجل كبير يسند على الفانوس ده، مش لازم يبقى الولاد بس، تمام. فلازم يبقى الشغل 10/10. تعالوا شوف بقى احنا هنا هنعمل ايه كمان. استكفينا بالسياخ اللي فوق؟ لا، سياخ عصب تحت. وهنعمل سنة الديجرادية عشان لما يجي يخش على الصدر ما يبقاش فيها عالي واطي. شايفين السنة اللي انا بتنيها دي عشان تنزل الودن في مكانها. طيب هناخد بقى سنة الديجرادية دي اللي انا عاملها دلوقتي، يلا كده، ونرجع تاني عشان يعمل معانا المستوى اللي هو الميل من الداخل عشان لما يربط ويخش على الصدر، تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، كل حاجة مظبوطة في مكانها. هنعمل واحدة، لا ده هنعمل 2 3، تمام. فخلينا اقول لكم الشغل اهم من الشغل. ضبط الشغل ده كان مثل بيقولوه، لكن فعلا اهم من الشغل الاتقان في الشغل. لازم تكون متقن في عملك. وزي ما قلنا ان احنا عنواننا تحت عنوان ان احنا بنقول طول ما الدماغ شغالة مفيش حاجة استحالة. واهم ما في شغلنا الاتقان في العمل، الضمير، الفينش العالي، تمام، الصبر الجميل، وده اهم حاجة. خليك معايا للنهاية وشوف ازاي كملنا الحكاية. هنا طبعا بقى حديد تحت وفوق على الفانوس. طبعا احنا مش حاطينه على الوش، احنا داخلين جوه الفانوس زي ما انتوا شفتوا. وده مهم، يعني هو تتعب شوية وتطلع الشغل مظبوط، بحيث ان انت ما توصلش للسهل، لا توصل للصعب تعمله عشان تبقى الدنيا سهلة بالنسبة لك. كمان وانت شغال بالامير كده، انا كل شوية مشي الامير لو خدتوا بالكوا عشان ما يجيش على الوش من بره. هو مش هيتشال، بس بدل ما تشتغل الشغلانة شغلانتين تبقى شغلانة واحدة. يعني حافظ على شغلك. حد ممكن يقول لك لزق الفانوس، بالعكس، انت لو لزقت الفانوس والامير جه على اللزق والوش هيبقى الشغلانة اصعب من ان الامير بس يجي على الوش، تمام. وبرضو لما الامير يجي على الوش هقول لكم تتعاملوا معاه ازاي، بعمل لكم فيديو بيه اقول لكم تشيلوه ازاي. وبعض من الناس الامير بيجي على الهدوم هقول لك برضو تشيلوه ازاي. وبعض من الناس الامير بيجي على التابلو هقول لك تشيلوه ازاي. كل ده سهل يا جماعة. كل الموضوع محتاج تشغيل دماغ والطريقة. فانا كل شغلي بشرح لكم الطريقة وازاي نتعامل مع الحاجة. احنا قناتنا قد تكون قناة تعليمية وليس انك عشان تجيني. طبعا انا بتكلم الكلام ده وبقول لك ان كل حاجة خد منها فكرة واعملها انت دلوقتي او بكرة او بعد شوية. المهم ان توصل لحل المشكلة، ما يبقاش عندك مشاكل. وزي ما قلنا طول ما احنا موجودين مفيش حاجة اسمها عربيتك راحت عليها، او عربيتك قديمة، او عربيتك ما تنفعش تتصلح، او عربيتك خلاص كده تركنها ملاش قطع غيار. كل حاجة بنألف لها بفضل الله وبنعمل لها فكرة. زي الودن كده احنا بنعمل لها فكرة، سواء بقى الفانوس قديم او جديد. يعني برضو النهاردة عشان تروح تجيب فانوس جديد عشان ودن برقم، وطبعا لما تيجي تروح لصنايعي يعمل لك ودن وتشبه العربية، مع العلم ان ممكن يكون واحد رايح عليك تريحة صغيرة كسر ودن، واللي جاي يشتري منك العربية ساب كل حاجة والفانوس ده مكسور ليه، يبقى اكيد حادثة. ويفضل يمشي بقى ورا الخبطة الصغيرة دي، يقول يلف على العربية كلها، وان العربية في دماغه انها حادثة بسبب ودن فانوس. فيا جماعة لما تيجي تعمل الشغلانة لازم اتقان، ولازم تطلع الفينش عالي، ولازم الشغل ما يبانش انه وحش، يعني يبان انه حلو. وحتى لو انت عامل ودن يبقى بشكل جميل. هنا هناخد من الجنب التاني الحام برضو، تمام، علشان نظبط بقى الودن ونفنش. خليك معايا للنهاية وشوف ازاي كملنا الحكاية. زي ما انتم شايفين كده احنا هنا خدنا جزء من اللحام، لسه هقفل بقى كله ويبقى الشغل طالع 10/10. لما بنيجي نعمل الشغل ده ودن الفانوس ما بتاخدش 5 دقايق ولا بتاخد دقيقة، وبرضه ما بتاخدش 10 ساعات، بتاخد وقت بسيط بس برضه بتاخد شغل يعني. فالشغل الصح صح
والصح دايما بياخد وقت. الطبخة المظبوطة بتاخد وقتها، ده طبيعي. فما يجيش بقى حد يقيمك بالناس اللي تحت السلم، اللي هو واحد عمل له الودن لزقها له ب3 جنيه، يلا خلصت، يلا باشا اتفضل، ايه رأيك يا باشا؟ اول ما يربطها طاقت، مش مهم، ما اسمها متصلحة. انما احنا ما بنصلحش، احنا بنعمل لك، بنرجع القديم جديد. كمان بالاضافة الى ان لما بنيجي المادة بتندمج مع اي ماتيريال، لان في بعض من الماتيريال ما بيلحمش باي لحام. لحامنا بقى بيلحم اي ماتيريال في اي وضع في اي مكان. زي ما انتم شايفين انا بلحم الحديد في بلاستيك، ودي بتكون اعتقد انها صعبة جدا. مفيش حاجة اسمها تلحم الحديد في بلاستيك، لا احنا هنا بنلحمه في البلاستيك. سخن بقى والمكن الجديد واضغط وحط، ده اسمه مؤقت، حل مشكلتك مؤقتا، اسمها الحام. انما انا ما بلحملكش، انا برجع القديم جديد على اي وضع، مع الرسم، مع الشغل، مع المظبوط. وده مش عشان تجيني، بعيد لك 100 مرة، خد بالك الكلام واتفرج عليه وشوفوا بتعمل ازاي واعمله، يعني نفذه. وبالنسبة للمادة وجدتها لكم. اما بالنسبة للحمات دي طريقة، وكل حاجة ليها طريقة. والراجل بتاع الفانوس ده قال جملة مفيدة جدا جدا، قال حاجة حلوة قوي امبارح. قال عقل الإحساس بتاع الصوابع ده حاجة تانية. الصوابع دي بتحس إحساس تاني. ممكن تشوف الشغلانة دماغك حلوة وكل حاجة، بس إحساس صوابعك في التركيز ما بتبقاش شغالة، دي حاجة تانية. كل حاجة في جسم البني آدم ما شاء الله بتبقى متعودة عليها. زي ناس كده تبص للشاشة وتكتب من غير على ورقة، من غير ما يبص للورقة. ده عقل إيده شغال لوحده. الإيد ليها مخ لوحديها. فما شاء الله الراجل ده قال المعلومة دي امبارح، ودي معلومة صحيحة يعني، بس بنأكد لبعض. هنا بقى زي ما انتم شايفين ان احنا هنا شغالين بنظبط وش في التاني في التالت. مفيش حاجة اسمها تحط المادة وتروح نازل بالأمير مرة واحدة كده خلصت، لا ده طبقات، والطبقات كلها زي الصبة كده، لازم تاخد وش فوق وش فوق وش عشان اللي في النص يعضم معاك وتبقى الشغلانة قوية. هنا زي ما انتم شايفين احنا هنا بقى بناخد الودن، بحيث انها زي ما انتم شايفين الوش ما شاء الله، ولا نقطة أمير ولا الكلام ده ولا أي غبار، لأنه ماسك الفانوس بطريقة معينة، مركز في كل شغلك، محافظ على شغلك، بحيث ان تطلع الشغلانة كلها زي الفل. هنا زي ما انتم شايفين بقى نبتدي نرسم ونعمل الودن ونشوف. طبعا انتوا عارفين بقى ده عملناه قبل كده كتير، ولكن تصميم الودن في الحديد تحت للأسفل والعلوي يعني معمول بشكل اعترافي وقوي. طبعا اتمنى الناس كلها تكون احسن مني واقوى واحسن، وده بعلمه عشان كل حبايبنا وكل اصحابنا وكل الناس المحترمة في كل مكان تستفيد من ده. وان شاء الله لما برضو اولادنا كل الناس ما شاء الله يعني كل الناس بتحب تتفرج على الحاجات دي. زمان احنا كنا بنحب نشوف الباكستانيين والناس بعض من الناس في الدول الخليج كانت برضو بتعمل حاجات كده، افكار صغيرة كده، بس كنا بنقعد نحب نتفرج عليها. لكن انا طلعت لك افكار كبيرة تحل كل مشاكلك. وزي ما قلنا ان احنا كل يوم فيديو جديد، فكرة جديدة بحل مشكلة جديدة، مفيش فيديو شبه التاني. انا ما نزلش الفيديو مرتين، هي مرة واحدة بس، لان لا انا بتاع فوانيس، ولا انا بتاع اكسدامات، ولا انا بتاع صالون، ولا انا بتاع فبر، ولا انا بتاع فايبر، ولا انا بتاع مش عارف ايه. انا كل يوم بنزل لك فيديو فكرة بحل مشكلة. تمام. الاضافة الاخرى ان انا بتاع قطع غيار، مش بتاع فايبر، عشان بعض من الناس تقول لك عبد الحميد بتاع الفايبر. انا مش بتاع فايبر، وده مش فايبر، ملوش علاقة بالفايبر خالص. انا ما اعتقدش ان انا اشتغلت بالفايبر ولا مرة. لكن انا عايز اقول لكم ان كل شغلنا في حتة فنية تانية خالص ملوش علاقة بالفايبر. وبرضو الفايبر ده لا يندمج مع كل الماتيريال، بيندمج مع ماتيريال معين بس اللي هو تنفع تعمل فيه اجزاء فايبر. ولكن الفايبر ما بيمسكش على كل حاجة، ولو مسك بيبقى طبقة فوق الطبقة، وفي اي وقت برضو بيرجع يطق تاني، بس بيحل مشاكل برضو. يعني بعض من الناس في الاماكن الاخرى بيحل مشاكل. انا بعمل الكلام ده عشان لو حد في الصعيد، حد في بره، حد في دول الخليج يقدر يعمل ده. احنا بنحل كل مشاكلك. ومعلش سامحوني لو الفيديو طويل شوية او الشرح اطول، وانا بتأسف لكل الناس، ولكن عشان افيد كل الناس لازم تعرف برضو انا بتعب عشانك قد ايه، عشان يوصل لك المعلومة. متفكرش المعلومة سهلة، تصوير الفيديو صعب،
منتجة صعب، اللي انا اقعد اسجل فويس اوفر صعب، ان انا كمان اقعد ابعت لك على النت عشان يوصل لك، ده مش ببلاش، ده بنت وبمصاريف وبصعب. بس طبعا كل ده بنستفيد منه حسنات طبعا مع ربنا. ومش ده عشان تجيلي شغل، انا مش عايز منك شغل، تمام؟ ما تجيليش، اعمل الشغل انت. لكن انا بعمل ده عشان كل الناس تستفيد، وكما تعلمنا بنعلم. والحمد لله، ربنا يا رب يعلمنا ويعلم بينا ويوفق الجميع. وبشكر كل الناس الجميلة وتحياتي للجميع، سواء معارض او مؤيد، بشكر كل الناس. لكن انا عايز اقول ان احنا لازم نوصل معلومة صح، وانا بصور لك الفيديو تفصيليا من بداية لنهاية، وده بيكون صعب جدا جدا في الشغل. وفي شغلانة ببقى جاي عايز اعملها كده، بعملها العكس علشان اوصلها للكاميرا كويس عشان الناس المشاهد يشوفها. مش بعمل ده كده وخلاص، لازم المشاهد لما يجي يشوف الفيديوز يشوفه صح ومظبوط وازاي التفصيلة. لان بعض من الناس ممكن ما ياخدش باله من تفصيلة صغيرة وهي بتبقى اساس الفيديو، زي الخرم اللي فتحته الاول للحديد، زي تصميم الحديد، زي رسمة الحديد، زي عالي وواطي، زي شغلانة كتير، زي الصنفرة، زي الجلخ من يمين لشمال. بصوا احنا مقربين بالكاميرا كلوز ازاي، كلوز على الشغلانة بالكاميرا، فده علشان نوضح لك الامر. خلاص يا جماعة، فما تفكروش الموضوع سهل ومش محتاجين تجويد من حد. وانا مش بتكلم عن الناس ولا حاجة، انا بتكلم بوصل المعلومة شرح، تمام؟ ربنا يا رب يكرم الجميع ويوفق الجميع. هنبتدي نفنش بره زي جوه. هنا بنفتح الفتحة، تمام، عشان نبتدي ناخد بالبنطة مكان المسمار. ده دليل اللي احنا دخلنا بيه، ده الماكيتة دليل. هنخش بقى بالماكيتة بالسن الاكبر، بحيث ان احنا نعمل الشغلانة مظبوطة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، بالملي زي التانية بالملي، تمام؟ مسمار 10 مسمار 10 معاك البنط، بتخش بيها بتطلع بالنظام المظبوط. وهنا الودن بقت جميلة، وهنصنفرها بقى عشان ننعمها وأكنها ما اتعملتش، وأكنها هي كده اوريجينال زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. لو في أي فينش ولا حاجة بفنشه، تمام؟ والودن بصنفرها. ده الجديد بقى اللي انا علمته لكم في الجزء الجديد، ان احنا بعد ما بنعمل الشغلانه بنصنفرها، ما بتحتاجش بقى المعجون ولا الرش ولا اي حاجه من عند اي حد. بتبقى متعبه شويه، بس بتفنش فينش اعلى. ما تديش بقى حد معجن ولا مخرمه ولا فيها ديفوهات ولا فيها اي حاجه. طلع ما شاء الله الماظ زي ما انتم شايفين كده. الشغل 10/10 ما شاء الله. اهي من غير رش ومن غير اي حاجه، ناعمه ومية مية. بصوا يا جماعه، الفانوس كله متشال من اهو عشان محدش يقول لك الودن. وعلى العاصي اهو، على العاصي تحت وفوق ويمين وشمال، يعني المفروض تتكسر كده. انا ايدي طبعا اللي مش قادره تمسك الفانوس عشان وزنه تقيل، تمام؟ الايد اليمين بقى هتمسك، تمام؟ بص اهو، اهو اليد انا ماسك منها الودن اهو، كل الفانوس حمل عليها، وعلى العاصي وعلى كل الاتجاهات. ما شاء الله شغل زي الفل. استنونا طبعا النهايه وشوفوا ازاي كملنا الحكايه كملت. بس برضو انا بحب افنش شغلي، وده اللي باكد عليه كل الناس. اهم حاجه الفينش ده رقم 1. بعد كده الودن ده اللون ده هيطفي، هيديك شكل الوجه. بص الاصليه عامله ازاي، بتلب هي كده، يعني صيني فبتلب، هي طبعها كده بتلب سايبه كده في اي وقت تك. انما اللي انا عملته انساه، لا يلب ولا حاجه تشيل منه الفانوس، تدوس عليه تقف على الفانوس. الودن ملحومه مليار المية و100%. الشغل زي ما انتم شايفين رجعت للونها الاصلي اهو. اللون الاصلي اهو، انا بوريكم اللون الاصلي، تمام؟ ولا فيها اي ديفو ولا حاجه. ان شاء الله الودن زي الفل. طبعا زي ما انتم شايفين، تقولوا لنا رايكم، وان شاء الله اللي جاي احسن واقوى. كل يوم عندنا الجديد، ودايما من انت مع عبد الحميد، من بعض نستفيد، وعندنا كل يوم الجديد. استنى طبعا في فيديو جديد وفكره جديده وحل مشكله جديده، وتقولوا لنا رايكم. والى اللقاء، وتحياتي للجميع.